ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن واحد من السويتشات الكلاود مانجر بتاعتنا. كان جالي سؤال ازاي نضيف السويتش ده على الكلاود ونديره عن بعد زي ما اتفقنا من غير ما يكون معايا واي فاي او عن طريق ان انا اسكان الكيو ار كود. كمان ازاي اشوف لو انا موصل عليه كاميرات. احنا قلنا ان السويتشات تقدر ان هي تستكشف وجود كاميرات من خلال السويتش اوتوماتيك. اوكي، طيب تعالوا بقى كده. اول حاجه هنعملها انبوكسنج للسويتش ده. ايه محتويات الكرتونه او العلبه الخاصه بالسويتش؟ السويتش زي ما انتم شايفين الموديل بتاعه ار جي 205 جي سي داش بي. ار جي ريجي اي اس ايثرنت سويتش، اي اس ايثرنت سويتش او ايزي سويتش 200. رقم الاثنين ده السيريز، رقم السيريز بتاعتنا 05. عدد المنافذ الخاصه بالسويتش 5 بورت. جي سي داش بي، جي سي اللي هي جيجا بت كبر 10 100 ألف سرعة المنافذ الموجودة على السويتش. وحرف البي هو بي يو اي. السويتش ده بيدعم بي يو اي بلس. طيب الباور بادجت بتاعته كام؟ زي ما مكتوب على العلبة هنا 54 واط، يبقى هو 4 بورت بي يو اي بلس والباور بادجت بتاعته 54 واط. طبعا الريموت مينتننس اقدر اديره عن بعد عن طريق الكلاود بلاتفورم، وبقدر من خلاله اكتشف او اشوف لو في ام في ار او كاميرا واصله على السويتش. تعالوا بقى نعمل ايه، نفتح محتويات السويتش ده ونشوف unboxing ليه. اوكي، طيب ايه اول حاجه موجوده معانا هنا؟ موجود معايا الكويك انستليشن جايد او دليل التشغيل السريع. اوكي، وده كارت الضمان بتاع السويتش، ودول الباور ادابتر. ده الباور ادابتر الخاص بالسويتش بتاعنا. اوكي، ومعانا السويتش بتاعنا اللي هو الريجي. نفتحه كده، 5 بورت اهو زي ما واضح قدام حضراتكم. 5 بورت 10 100 ألف دي الابلينك بتاعتي، وعندي 4 بورت بي يو اي بلس. تمام، وعشان اضيف السويتش على الابلكيشن بقدر اسكان الكي ار كود بتاعه اللي موجود هنا. تمام، تعالوا بقى نوصل السويتش ونوصل عليه الكاميرا ونشوف ازاي هنقدر نضيفه على التطبيق بتاع ريجي كلاود في اقل وقت وبمنتهى السهوله. اوكي، احنا كده وصلنا الشبكه بتاعتنا. انا وصلت السويتش اهو، قومت الدنيا باور. تمام، وموصله له هنا الكابل ده رايح للكاميرا. اوكي، على بورت رقم 1، وموصله خط الانترنت او الكابل اللي جاي من الراوتر على الابلينك بتاعي اللي هي البورت رقم 5. تعالوا بقى نشوف ازاي نضيف السويتش ده على الشبكه عن طريق سكان الكيو ار كود ده عشان اقدر استخدمه او اقدر ادير السويتش ده عن بعد في اي وقت من اي مكان. شير معاكم الموبايل بتاعي كده. نفتح الكلاود ابلكيشن بتاعنا ده كده، التطبيق الخاص بريجي كلاود او ريجي زي ما حضراتكم شايفين. هنضغط على علامة البلس الزرقاء دي اللي موجودة تحت على اليمين، وعندنا اختيارين، اما نضغط على كونكت للواي فاي او هسكان الكي ار كود. زي ما اتفقنا المرة دي هندخل عن طريق سكان الكي ار كود. هنضغط على سكان، هيفتح لي الكاميرا بالمنظر. نيجي على السويتش ونسكان الكي ار كود بتاعه. اوكي، هو كده قرا ان في سويتش الموديل بتاعه 205 جي سي داش بي والسيريال والماك. ممكن نديله اسم سويتش ايه مثلا، وبعد كده هقول له done add. اسم المشروع بتاعنا ايه؟ هنخلي مثلا المشروع ده السويتش اي اس 205، وكلمة السر للمشروع ده او هتبقى الادمن باسورد بتاعة السويتش برضو ايه كابيتال من 1 ل6 على سبيل المثال. وبعد كده ايه نوع السيناريو اللي احنا مركبين فيه السويتش، لنفرض هو مكتب ولا اوتيل ولا فيلا زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت. فهقول له مكتب وهضغط على next. اوكي، هو هيبدأ دلوقتي يضيف السويتش بتاعنا على الشبكة بالمنظر ده كده. تمام، كده السويتش بتاعنا اتضاف على النتورك،
والسيريال نمبر بتاعه زي ما ظهر. نضغط على انتر بروجكت او ادخل على المشروع. احنا كده على صفحة المشروع ده سويتش. تعالوا بقى نضغط على ديتكت الكاميرات اللي واصلة. احنا موصلين كاميرا فهقول له ديتكت الكاميرا. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، هي لما تيجي تعمل ديتكت للكاميرات اللي واصلة عندي على السويتشات، يفضل ان انت تسيبها شغالة اتليست على الاقل 20 دقيقة. يعني تشغل السويتش والسويتش بتاعك يبقى up and running 15 دقيقة على الاقل، ووصل الكاميرات بتاعتك، وصل الشبكة بتاعتك كلها، عدي اول 20 دقيقة وبعد كده اعمل اكتشاف للكاميرات او ديتكت الكاميرا. جاب الكاميرا اهي بالديتيلز بتاعتها وواصلة على السويتش اللي السيريال نمبر بتاعه اكس وواصلة على بورت رقم 1 والكاميرا اونلاين. لو ضغطت عليها كده هيقول لي ان في كاميرا واصلة على بورت رقم 1 وهيقول لي السرعة بتاعة الباكتس الاب لينك والداون لينك عامل ازاي زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. طيب تعالوا بقى نرجع باك كده ونشوف التوبولوجي بتاعتنا. وفعلا زي ما انتم شايفين، بصوا كده جايب لنا ايه. ادي السويتش بتاعنا اللي احنا ضفناه على المشروع، وادي الكاميرا بتاعتي اللي هو عمل لها اكتشاف او ديتكشن. اوكي. طيب لو انا عايزه اعمل اعاده تشغيل للكاميرا دي، انا ممكن بمنتهى البساطه اضغط كده على السويتش فيو مور. احنا كده على صفحة السويتش. طبعا الكلام ده احنا ممكن نعمله من اي مكان في اي وقت، لان السويتش بتاعي اونلاين اقدر اكسسه او اقدر ادخل عليه من اي مكان في اي وقت بنفس الطريقة. هنا طبعا هيجيب لنا التفاصيل بتاعة السويتش زي ما شرحناها قبل كده. لو تلاحظوا بورت رقم 1 عليها علامة الكاميرا، تحت هنا بورت رقم 1 برضو عليها علامة الكاميرا، والكاميرا دي سحبة 1.9 واط بي او اي، والسويتش بتاعي متبقي عليه 52 واط بي او اي زي ما انتم شايفين هنا الجزء متعلق بالباور بادجت. لو عايزة اريستارت الكاميرا اللي واصلة على بورت رقم 1 هضغط على البورت رقم 1 بالمنظر ده كده. ببساطة هنضغط على ريستارت، وبعدين هيقول لك انت متأكد انك عايز تعيد تشغيل البورت رقم 1، هتقول اوكي. هيبدأ يفصل الباور من بورت رقم 1 ويوصلها مرة تانية. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ازاي نقدر نضيف السويتش على الشبكة عن طريق ان انا اسكان الكي ار كود بتاعه وبس نطلعه على الانترنت ونوصله عليه الاجهزة بتاعتي. تاني ملحوظة مهمة جدا، لو انا هوصل السويتش ده لأول مرة وهوصل عليه الكاميرات لأول مرة، يفضل ان انا السويتش بتاعي يبقى شغال واخد باور وقايم لمدة 15 دقيقة على الأقل، وهوصل الكاميرات بتاعتي كلها والكاميرات تبوت أب والدنيا كلها تشتغل، ونستنى 20 دقيقة وبعد كده الكاميرات كلها هتظهر معاك على التوبولوجي بتاعة المشروع. بس هتشتغل، يعني الكاميرات هتشتغل من أول ما توصلها على السويتش، بس عشان تقدر تشوفها من خلال الكلاود هتستنى اتليست أو على الأقل 20 دقيقة. أوكي، زي ما واضح في الشاشة اللي ظاهرة قدامكم دلوقتي. لو عندكم أي استفسار أتمنى إن أنتم تجربوا بنفسكم. أي حد اتعامل مع السويتشات بتاعة ريجيريه لو عايز يبعت لنا أي فيدباك، يكتب لنا أي تعليقات خاصة بالسويتش، هنكون سعداء جدا بيها. ولو عندكم أي أسئلة أو استفسارات برضو ابعتوا لنا وإن شاء الله نرد عليكم في أسرع وقت. شكرا وأشوفكم في فيديوهات جاية.